أحسن الله إليكم شيخنا. هذا يقول: بعض المتاجر الإلكترونية لا تكون عنده سلعة معروضة في موقعه ويشترونها بعد دفع المشتري، فهل يكفي بيان هذا في الموقع عموما أم يلزم بيانه لكل مشتري قبل إتمام عملية الدفع؟ هذه المسألة من المسائل الحادثة، وهي من المسائل الخطيرة لأنها تدخل تحت بيع ما لا يملك. ولما استشرت أنا فيها اقترحت على بعض الإخوة في هذا أن يضع إعلان على محله أننا نتوكل عن من يريد أن يشتري، أن نتوكل عنه بالشراء من المحلات التي تبيع هذا الشيء، فيقول أنا مجرد وكيل أخذ مقابل عملي في الوكالة كذا زيادة وتكون السلعة كذا، وأنا لست مسؤولا عن أكثر من ذلك، لأني يبين وسأحول عنوانكم إلى البائع وهو يرسل السلعة إليكم. إذا أنتم أرسلتم الثمن هنا نحن نحول الثمن هناك ويأخذ حق الوكالة، يعني يكون صريح وواضح في التصرف فيسلم من بيع ما لا يملك ولا يقع في مشاكل تحمل مسؤولية وصل الشيء ولا ما وصل شيء، لأنه أصلا هو ليس ببائع، هو مجرد أنه يريد أن يستفيد من موقع الأونلاين، يستفيد من هذه العمولة، وهو مجرد سمسار أو يعني إنسان يدل على هذه السلع وعلى وجودها، فيكون واضح وصريح ويقول أنا فقط أفعل كذا وعملي كذا وأخذ مقابل ذلك كذا وانتهينا، فيسلم إن شاء الله من الحرام. نعم.